اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. أنا اسمي ياسين، كنت راجع من الأقصر للقاهرة، والرحلة بتاعتي كانت رقم 707 الساعة 7:30 الصبح. ووصلت المطار بدري شوية، حوالي 6:30. وأنا واقف ببص على شاشة الرحلات لقيت جنبي ناس متجمعة قدامها. قربت منهم، لقيت الرحلة بتاعتي مكتوب جنبها وصلت، مش هتغادر، لأ، وصلت. رحت بسرعة لموظف الاستعلامات، قلت له إزاي يعني وصلت؟ أنا لسه ما طلعتش. بصلي كده وقال لي الرحلة وصلت فعلا. ببص على الشاشة ولقيت نفسي لابس نفس اللبس ونفس الشنطة. الموضوع بقى أغرب لما جيت أبص في الكاميرا اللي معايا، رابط الكرافتة على اليمين بس في الصورة على الشمال. رحت الموظف تاني، قال لي الرحلة دي حصل فيها عطل ونزلت من 3 أيام. قلت له أنا حاجز امبارح. قال لي دي رحلة ما اتكررتش من وقتها، وكان فيها راكب مات وكان شبهك بالظبط. وأنا خارج من المطار قابلني راجل كبير، قال لي بهدوء أهو كده تمام، ما تركبهاش تاني. ومن ساعتها مركبتش طيارة تاني.